احتفل الاتحاد المغربي للشغل على غرار مختلف الهيئات النقابية المغربية بفاتح ماي عيد الشغل، والذي شكل مناسبة لرفع الكفاح والنضال العمالي. وقد اعتبر الأمين العام للاتحاد الميلودي مخارق أن هذا الاحتفال هو احتجاج وصرخة ونضال وصمود في وجه النظام الليبرالي الذي وضع الطبقة العاملة أمام أزمة ارتفاع الأسعار، ليسلط مخارق الضوء في كلمته بالمناسبة على مجموعة من مطالب الشغيلة المغربية. فتح الحوارات القطاعية ورفع معاشات التقاعد بنسبة 5% الراكدة منذ سنة 2006، وكذلك الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على الأجراء. أوقفوا التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة كانت الدعوة الأولى التي وجهها الاتحاد المغربي للشغل، حيث تأسف الاتحاد على ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية التي أصبحت تحت وطأة القروض. فالأسرة المغربية أصبحت تعتبر المواد الغذائية الأساسية موادا كمالية، نظرا لعدم سماح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجراء باقتنائها. هذا بالنسبة اليوم عالمي للشغيلة عبر العالم، وهذا يوم اللي جاء في الوقت ديالو اللي كانت العالم كله بإسره كيمر من واحد المرحلة ديال كورونا اللي مرت عامين. طلعت وليد العاملة بالخصوص هي المتضرر الأكبر في هاد لأن المأجورين بصفة عامة أو بصفة خاصة كيبقى لهم لأن الأجرة ديالهم محدودة، ما كايناش زيادات، كاينه اسعار بزاف فاتت التحديات ديال العالم من هذا المنبر. واليوم هذا يوم فاتح ماي، كنطلبوا من الحكومه او من النقابات اللي كتمثلنا بانها تعاود تشوف ما يجري لليد العامله بصفه عامه. بخصوص هاد اليوم كنقول بان كاين خلل ما فيما يخص القدره الشرائيه ديال المواطنين، بان الاسعار راكم كيف كتشوفوا الشارع المغربي بالخصوص انه كيغلي، وقع غليان في الشارع المغربي. جميع المواد الغذائيه بالخصوص بانها فاتت القدره الشرائيه ديال المواطن. حتى واحد ما بقى قاد يحط يدو على شي حاجه. وكنتمنى من المسؤولين لا عبر النقابات ولا عبر الحكومه باش يلتفتوا لهاد لانها كتمر من واحد ازمه كبيره. والقدرة فينا هي حكومة شات وجاز والحالة هي ويا الوزير يا مسؤول هالشي ماشي معقول ويا الوزير يا مسؤول وهالشي ماشي معقول. هذا يوم تظاهري عمالي احتفالي بمناسبة فاتح ماي، هو عيد ديال الطبقة العاملة واللي كتعتبر هي ركيزة في البلد ورمز ديال التقدم ورمز ديال القوة ديال البلد. والعمال هنايا كيحتفلوا باتحاد مغربي للشغل، المنظمة العتيدة ديالنا اللي كتعتبر قوة عمالية وكتعبر عن مطالب الفئات. احنا كقطاع ديال التكوين المهني هناك مجموعة من المطالب بما فيهم تسوية وضعية حاملين الشواهد، بما فيهم خدمات الشؤون الاجتماعية، بما فيهم الوحدات المتنقلة، السجون
كنطالبوا حنايا عندنا ملف مطلبي وكنتسناو الاداره تجاوب معنا في هذا الملف المطلبي وننفذوا وتنفذ معنا تحيين البروتوكول. وكذلك هناك على اسوه على التكوين المهني هناك عده قطاعات ولا عده مطالب وكنتمناو حنايا ادارات وحكومه تجاوب معنا.